الاعلام بتاع نادي الزمالك ده تحس ان هو في كوكب موازي ماشي في الدنيا لوحده. اسمع معايا كده. بديها للاخر للراجل اللي هو واقف لي، ده مين ده؟ اللي انتوا واخدينه. هو عشان دلوقتي زيزو في الاهلي، يعني انت دلوقتي بقى وحش يا كابتن بالنسبه لك يعني؟ اه يلا بينا. يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ ان شاء الله تكون كويس. انت بتعملش يا اسطى فولو ليه يا اسطى؟ ما تعمل فولو واشتراك وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد، وخش في الكومنتات صلي على سيدنا النبي، دعما لاخوك ابو غدير. وتعالى اقول لك بقى يا ابو الصحاب، كابتن رضا عبد العال بيتكلم ازاي على زيزو. بيقول لك زيزو مصطفى فتحي اعلى منه، واخوان الفينا اعلى منه. ما ترجعش خلاص. واذا كان عاجبك مش راجع. انا الفينا ده يكيفني اكتر من زيزو. لا وعشان مزاجك بس. لا والله لكن العظيم، لو زيزو كان فضل في يا ابن الزمالك، المهاره، لا 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 لا, لا. والله لو كان زيزو فضل في الزمالك والله العظيم وهو في الزمالك كنت بقول مصطفى فتحي اعلى منه وامر منه. اذا كان انت قلت لي هو مين ما يلعبش زيزو، أيوة، يلعب على اي حد. في فرق. ايوه لما يروح لك، لما يروح لك النادي الاهلي ايه المشكله يعني؟ انما لو إيه جاله الفرق؟ كان مصطفى فتحي وهو في نادي الزمالك، انا هقول مصطفى فتحي يلعب. يلا بينا. اتفرجت يا عم؟ هي دي الدماغ. ما تنساش يا ابو الصحاب، فولو واشتراك